السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، سمعنا لك في الآونة الأخيرة مقطع وأنت تتكلم على أن اليمن ليست حق أبو أحد، لا حق الإصلاح ولا حق المؤتمر ولا حق الاشتراكي ولا حق الناس كلهم. اليمن حق أي مواطن، هذا يمنه وهذا بلده. في بعض الناس بيقولوا أن الناس بيزعلوا منك وأن الناس زاعلين يعني وأنك يعني بتلقى تهديدات وكذا، ما ردك عليهم يا شيخنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله. هو الذي هذا خبر الأخ الذي قال لك هو الذي دفعني أن خبر بهذا الخبر. وإحنا كلنا عايشين في هذا البقعة الأرضية الموجودة اسمها اليمن، ومسؤوليتنا كلنا. وأنا قلت ماشي حق أبو حتى لا أحد يحمل كلامي على غير المحمل، لا أفراد ولا أحزاب أو تنظيمات سياسية. ماشي حق أحد، حقنا كلنا، والأصل أننا نحافظ عليها كلنا بلا استثناء. وأي واحد يعني قد نكأ الجراح واللي حصل منه ما حصل، نقول يا أخي شكرا لك، بيض الله وجهك، أنت ما قصرت، الله وجهك. بس ليش يزعل؟ يعني قد أخذوا أكلوا شربوا وعملوا اللي يشتوا، خلاص يكفيهم لحد هنا. ويختار الناس قيادة زي الناس يعيشوا هذا البلد في هذه المرحلة. خرجنا على طريق وتوكلنا على الله، ننجز أمة محمد كلهم. نحن يصير العمر كله احنا نازحين في بلاد الناس، ولو كنا حتى في بلادنا، لكن ايضا واحد احيانا يهوي قلبي الى مسقط راسي ونسي نرجع كل احنا نتروح. حتى دي مغتربين في الخارج، وانا كنت خابر نفسي قبل شوي، حتى دي مغتربين في الخارج في كل الدول، في قطر، في السعوديه، في الامارات، في تركيا، في كل بلدان العالم. اليمنيين دائما تحصل يشتغل سنين عمره كلها ويحن تروح لا بلاد، وفي الاخير يرجع يموت في الصحراء بالطريق، تقطعت به السبل ولا تقطعوا له في الطرقات ومات له. لا عاد عادي قال لا عاد تهني ومات له ما بين هذا وذاك. أما يعني بمعنى أنه أما يكفي لنا حد هانا وبس، يكفينا دي إحنا بينه ونجتمع كل إحنا على كلمة سواء. من سفك دماء اليمنيين وقتلهم وهتك أعراضهم هذا لقاءنا ولا مسامحنا. نقول يا أخي أنت على جنب تحال، معك محاكم، معك نيابات، تتولى محاكمة بقية الشعب اليمني كلهم بكل أطيافهم أيا كانوا. كنا من أول زيدي وشافعي وحنبلي وسني وزيدي وسلفي وشافعي، كل إحنا موجودين كلهم، ما حد اعتدي على أحد ولا حد حرض أحد ولا حد آذي أحد، كنا عايشين كل إحنا بسلام إلى أن جاء الحوثي بهذا الفكر الدخيل. فما وحتى هو أيضا ما بين إحنا خلاف شخصي على ورث، على بيت، على سيارة، على عمارة، لا، ما في إحنا خلافنا خلاف عقائدي. يعني يتأدب مع الله، ما تأدب لا مع الله ولا مع رسول الله ولا مع خلق الله، وما يجتهد يعيش مجاز الناس. يعني أنت تآذيه بالبيت وتآذيه بالمسجد وتآذيه، خليت راتبه وأخذت حقوقه وما خليت يعيش جنبك، كيف أنت عايش على هذا الرجال؟ أضطر الناس أنهم يخرجوا، والآن الناس ضاقوا تعبوا جدا يعني. ومعك حكومة أيضا في الجانب المقابل مهملة، لا هي مهتمة بالمواطن هذا، ولا تحس بألمه ولا بالغلاء الذي طحنه. فالناس هذا اللي دفعني أني أتكلم. وما قلته ربما يعني كان في أشياء أحيانا بعضهم مثلا ما كانش يدي الكلام اللي قبل أو بعد، حتى لا يتهمون احنا تكلمنا في حق أحد، احنا ما قصدناش أحد ولا كفرنا أحد ولا لعنا أحد. قلنا أي واحد غثينا ما عابش داعي نجي من قلب المواجهة حق 2011 وسبتمبر واكتوبر. خلاص يا أخي زلينا، نفتح صفحة جديدة وفتحنا قلوبنا مع بعض، وعفى الله عما سلف، تسامحنا، تصافحنا، تصالحنا. والمسلم لا يضارب ولا يحاسب ولا يعاتب، هذا إذا مشتو يعني. وعدنا إلى بلادنا ووحدنا صفنا وكنا على الله. الحوثي إن تاب إلى الله وسلم نفسه وخرج من البلد وأعد حق الناس واستحقاقاتهم فبها ونعمت، والعدالة تجري مجراها وكل يأخذ الحق. أما بقية المواطنين مثل الشعب زملائنا والناس والمواطنين، نحن أخوة، ما بيننا عداوة شخصية ولا بيننا خلافات، مش نتلاقي إلى الطريق كل واحد يقتل الثاني علشان نسعد فلان وزعتر. ما عندك هذا الموضوع خالص. وأما بالنسبة للتهديدات من اللي يهددني ايش عملت؟ الحمد لله ما مش معيشني والله بعوض ما لنا تنتن غرف مطبخ حمام، لا مش معنا لا بوله ولا باخره. أنا بجزع حالي بغير سيارة، ما مش معيشي ولا اجتماع حتى كذا. وذي يشتيني هذا، أنا موجود عندنا بالمحكمة، موجود بالمسجد، موجود بالشارع، فضل الله، وما أحد أذي أحد. وأي واحد له عندي حق أنا أتحدى عن طريقه، وأنت شاهد علي. أي واحد عندي له حق يجيني وأنا ألقي رقبتي. يعني احنا في دولة ونظام، عندنا نظام، عندنا قانون، حريتنا موجودة. وحتى في بقية الناس نقول احنا كل نعبر عما في قلوبنا. احنا في بلادنا نأخذ حريتنا بكلامنا، لا ضغط
لا معاناه، لا حد يتصل علي ولا يسبني ولا يشتمني ولا يزعل مني. ما يزعل مني، لا سبيته ولا شتمته. انا بدور مصلحته حتى يزعل مني. انا بدور مصلحته، انا بدور راحته، انا بدور استقراره، انا بدور امنه، انا بدور يتروح بيته بدل ما يجلس مدردح بالفيسبوك يعني يزعلوا مني. انا ما يزعلوا مني، ما بيننا شيء. هذا القصد كله. واحنا هنا بهذه البلاد المباركه، بهذه البلاد الطيبه، وعندنا امن وامان والناس موجودين بفضل الله، وهيأ الله لهذه البلاد الشيخ سلطان بيض الله وجهه وشكر الله له. مع انه بس نقول لاصحابنا اللي يسمعني الان، مع ان الاخ سلطان والشيخ سلطان مؤتمر، يا خلق الله هاتوا لنا مثله، هنا في قلوبهم والله تسدنا مثله، وذوك مؤتمر، لكن هنا فوق رؤوسنا كلنا، الكل يعزه يحبه يحترمه يقدره وينزله منزلته. ولا انا ولا محمد ينبي ولا الناس حتى نحن في مهرب لن نستطيع ان نوفي حقه ابدا. وذوك ما لش علاقه احنا بالاصلاح ولا بمؤتمر، ولا كان ما هو كان مؤتمرين، لكن رجال الرجال هاتونا مثله فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاح. ما علاقه مثل الاخرين كلهم. اما انك تشتينا انه انت نجلس قال اصلاح، قال مؤتمر، قال اشتراكي، قال ناصري، قال وحدوي، قال حوثي، قال انتقالي، قال زيدي، قال شافعي. عيب يا خلق الله، الناس كمل والناس يعني خرجوا لها طريق. الناس كلهم مفتهمين يا اخي. جاءت الدول من بعدنا كانت دول صغيره واصبحت اليوم دول عملاقه. امنين مين اسمها الكاميرا ذي رئيس الوزراء السنغافوره، جوازه باغلى جواز، عملته باغلى عمله، وهي مرمله وامنت بلاد. ونحن الحمد لله بفضل الله ربي رزقنا 8 حلال لست له شيء امنوا بلاد. والحوثي عنده معه بيت وحده، والانتقالي معه بيت وحده، واحنا معنا بيت وحدنا. ذي نقول نجمع هذا الشهاد على قاصها بلاد، نجمع هذا الطبوان كلين ويقع طبون واحد، ويقع بيت واحد، نوقع اسره واحده، ويكفينا ما نحن فيه. تعبنا، مش احنا زعلانين على انفسنا وزعلانين على اخواننا، سواء كانوا بصنعاء وزمار وبحجه برضاع بعدن، كلنا اخوه تجمعنا اياك نعبد واياك نستعين.